السلام الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير ان شاء الله. يا ربي تكونوا بالف خير وسلامه. اول حاجه مرحبا بكم في القناه ديالي سالي فلوق. القناه راه قناتكم، راني ضيفه عندكم. مرحبا بيا عندكم، ما شاء الله دائما مشجعيني واللي كتساندوني، وشكرا لكم على الدعم والمسانده وعلى التحفيز اللي كتحفزوني دائما على نديركم الجديد. اليوم جبتكم عاود جديد واحد المكونين ديال عصير البورينزي وزيت الكوكو او جوز الهند. واخا تشوفني كنبدل لكم مره نبين لكم هنا وهنا، يعني تبعوا الفيديو الى الاخر وغادي تفهموا واش كنهضر. مع الفيديو مع التصوير عندي شويه، كان عندي شويه ماشي هو هذاك. المهم سمحوا لي انا دوختكم، معليش اصبروا لي، اصبروا معايا. اول حاجه غنعرفكم على زيت الكوكو. زيت الكوكو او جوز الهند العضوي فوائد عديدة على الهضم والتخلص من المشاكل الصحية المرتبطة به. وتناول ملعقة إلى ملعقتين كل صباح باستمرار يعطيك النتائج التالية. يساعد زيت جوز الهند في تخفيف أعراض قرحة المعدة أو ما يسمى بالتهاب المعدة التقرحي. يعمل جوز الهند العضوي على تدمير جرثومة المعدة أو ما يسمى بالبكتيريا الملوية البوابية. يحسن من عملية الهضم والتخلص من عسر الهضم. يقي من حرقة المعدة أو حموضة المعدة ويعالجها. يقلل من مشاكل الإمساك لأنه يصنف ضمن الدهون الثلاثية، السلسلة التي تساعد على تحفيز حركة الأمعاء وتليين البراز. يخلص الجسم من الانتفاخات والغازات، ويقلل من شعور بالتقيؤ أو الغثيان. يحتوي زيت الجوز الهند على نسبة عالية من الألياف، ما يعزز نمو البكتيريا النافعة والمفيدة لصحة الأمعاء والقولون والجسم ككل. يحسن زيت جوز الهند من عملية الهضم، ويزيد من قدرة الجسم على امتصاص الفيتامينات بشكل أكبر. عاودكم غندوز المورينزي. قلت لكم انا غنعطيكم الفوائد ديال زيت الكوكو والمورينزي. لن تصدق الفوائد المذهله لتلك الفاكهه التي تعتبر احب الكنوز في هذه الارض. انها فاكهه النوني، وهو عصير المورينزي. المكون هو عصير المورينزي. فوائد عصير المورينزي: يقوي جهاز المناعه في الجسم، ضد الامراض، مقاوم للاكسده، حيث يحتوي على مواد طبيعية مقاومة للأكسدة. ينظم مستوى ضغط الدم، يعزز طاقة الجسم ويزيد من تقوية الجسم، يقاوم الالتهابات، يخلص الجسم من السموم المترسبة، وبالتالي تستعيد الخلايا نشاطها. ينشط الدورة الدموية، وبالتالي يوصل الأكسجين والغذاء إلى الخلايا البعيدة. يحسن الهضم ويساعد على التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي أي الحموضة وغيرها. كما قلت لكم، انا قلت لكم هاد المورينزي ولا هاد زيت الكوكو ولا السبيرولينا ولا الفطريشي ولا الكورديسيبس ما كنتش نجربهم، ما غاديش ندير لكم فيديو. انا علاش حطيت لكم هذا الفيديو؟ غير باش تعرفوا الفوائد ديال هذا الشيء. وحتى الميرونزي، الناس اللي بغاو يديروا المال المدخنين اللي بغاو يديروا الاقلاع عن التدخين، حاجه طبيعيه، وهو ياخذ هذا الميرونزي كيساعد بزاف على يقلل الانسان التدخين. شنو هي الطريقه؟ كياخذ معلقه صغيره ولا كبيره ويديرها تحت اللسان ديالو، ويبقى كيدورها في اللسان ديالو، كيدورها هو كيدور ويسرطها، ماشي ما يدفلهاش، يسرطها، ويبقى يكرر هذه العمليه. كل ما جاتو الرغبه في انه باغي يدخن، يدير هذه العمليه هذه. فين يديرها؟ معلقه صغيره ولا كبيره، لانه غير مضر، ما تخافوش منه، بالعكس هو صحي. حتى الانسان صافي ما كيبقاش هذيك النسبه ديال الكافيين عنده في الجسم ديالو. وان شاء الله غادي يحيد هذا الكارو، لان هذه طريقه سهله وطبيعيه والناس كيبحثوا عليها بزاف. وانا جربتها حتى في مول الدار عندي. كان الصدر ديالو الحساسيه كان دايره له حاله. كان الصدر ديالو كيسمع الصوت، منين تسمع الصوت ديالو، وكان كياخذ الرابوس جوج انواع. والحمد لله ما بقاش ياخذ هذا الروابز، ما بقاش كياخذهم. الصوت الصدر ديالو ما بقاش الحمد لله. الكارو قلل منه لانه هو ما دارش راسو فيه، باش ما نكذبوش على الله. ما هو كون دار راسو فيه في الاول، كان داير راسو فيه والله لا ما بقاش كيكمي بزاف. ودابا شفتو عاود بحال يرجع له. ولكن غنحاول نزيدو نضاعف له الكميه ان شاء الله باش ما يعاودش يرجع للكارو. انا قلت لكم خديته عجبني بزاف هاد المورينزي. لقيت فيه الراحه كثيره، قلت لكم من الناحيه ديال لا جسمانيا ولا معنويا.
والله الا عرفتي زوين بزاف، انا كنتمنى تجربوه. خديت انا سبيرولينا ونفعني في الترويحه اللي كنت مريضه في الترويحه، والله الا نفعني هاد المورينزي، نفعتني بزاف هي وسبيرولينا ما شاء الله. والله الا نفعوني فيه فوائد كثيره، والكورديسيبس كيعطي واحد القوه، ولكن كيخليني بلا نعاس، ولكن كناخذو حتى اللعشيه، كان عليا خصني نبقى ناخذو في الصباح، حيت هو الفوائد ديالو في الصباح تاخذو كيصلح انا بعدا كنفضل ناخذو في الصباح احسن، لان في العشيه كيعطيني الطاقه سبحان الله العظيم، ما يبغيش يجيني الناس، ولكن مفيد. عرفتي زوين هاد الكورديسيبس ولا سبيرولينا ولا المورينزي ولا هاد زيت الكوكو ولا اي حاجه فيها مكمل غذائي، راه ما شاء الله. والله الا كننصح بها، انا كنصحكم بها، كون ما جربتهاش في نفسي ما نقدرش نقولها لكم. ومازال غنعطيكم وصفات بالسبيرولينا، لا في الطبخ ولا في سميتو في الماسكات ديال الوجه ما شاء الله. وهي وفطر الريشي الميرونزي حتى هو كيصلح ماسك الوجه. يعني ان شاء الله نعطيكم وصفات كثيره باذن الله ان شاء الله يا ربي. المهم انا كنصحكم، راه ماشي الانسان اللي صحيح هو اللي خصو ياخذ هذه المكملات الغذائيه، راه المريض والصحيح والصغير والكبير كلشي خص يبدا ياخذ هذه المكملات، لانه مكملين للجسم بزاف. سيرتو دابا ما بقاوش كاع داك الشيء شي حاجه طبيعيه كيحرصوها الناس، راه ما بقاتش، كلشي ولا مبيدات، كلشي كيماويات. والله من الاحسن الانسان يعاون راسو بهذه المكملات، وما غاديش تندموا. وان شاء الله الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساو لي شي كومونتير يكون محفز، وباش يحفزني دائما نجيب لكم الجديد. سيرتو في هذا الشيء ديال المكملات الغذائيه، غنولي واقيلا خبيره في هذا الشيء. كيما هذيك النهار قلت لكم غادي نجيب لكم الالوان ديال دي اكس ان، ما شاء الله نعطيكم المعنى ديال هذوك الالوان. الالوان ديال اسم شركه دي اكس ان، وهو باختصار كلمة دي اكس ان أي الجديرة بالثقة. الألوان شعار شركة 3 ألوان: الأحمر يرمز للشمس المشرقة والتفكير إيجابي، والأخضر يرمز للشجر والخصوبة والنمو، الأزرق يرمز للماء والازدهار. ما شاء الله، يعني ألوان متطابقة وزوينة وما شاء الله. وشكرا لكم بزاف، وما تنساوليش الكلمة الشهيرة ديالتي البصمة يا حبايبي. وشكرا للأعضاء ديال دي اكس ان كاملين من الصغير حتى الكبير، والدكتور اطلسي الله يكثر خيره وشكرا ليه، هو اللي كيدعمني وكيشجعني دائما، كنشكره من هذا المنبر. والحبيبه ديالي زهره وفتحه، شكرا لكم جميعا من القلب. كنعطيكم تحيه وتقدير لكم جميعا كاملين. اي واحد في هذه الشركه شكرا ليه بزاف، والى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.